حين تصيب مصيبة دولة ما، طبيعي أن تهرع كل الدول الشقيقة لمساندتها وتقديم يد العون لها والوقوف معها، وهذا واجب إنساني وأخوي قبل أي شيء آخر. إلا دويلة الجزائر هذه، فهي تساعد فقط لكي تركب على الموضوع وتتهجم على المغرب. أرسلت الجزائر عشرات من الوقاية المدنية ولم تغلق فمها بالمقارنات وبالهتافات والإنجازات بهذا العمل البطولي على حساب المغرب، رغم أنه فعل إنساني واجب. فهذه الدولة نفسها التي لم تستطع إطفاء النيران حين اندلعت في جمهورية القبائل، وهي نفسها من يجري ليجدد الولاء للعثمانيين حكامهم القدامى دون التوقف عن التغني بهذا العمل. المساعدة يجب أن تبدأ بضعة ساعات من المصيبة، لأن هناك الكثير من الناس تحت الأنقاض لا يستطيعون انتظار مسرحية تصوير عدد المتطوعين ونوعية المساعدة وكم من طائرة، فالروح أولى من مسرحية التقاط الصور. نعود إلى موضوعنا المهم الآن. المغرب يرسل مساعدات طبية ولوجستيكية عاجلة إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا، وتضم المساعدات المغربية مواد طبية وفرق إنقاذ مختصة ووحدات إنعاش. وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال جنوبي البلاد، فيما يواصل أكثر من 9000 من عناصر البحث والإنقاذ العمل مع توافد فرق إغاثية جديدة من دول مختلفة. هذا وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إحداث خلية أزمة لمتابعة تطورات الجالية المغربية المتواجدة بالمناطق التي ضربها زلزال مدمر بسوريا وتركيا. وقالت الوزارة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، قامت سفارتي المملكة المغربية بأنقرة وبدمشق بإحداث خلية أزمة إلى جانب تخصيص الأرقام الهاتفية التي لها إشارة أفراد الجالية المغربية بتركيا وسوريا من أجل التواصل والاستفسار. ودعت الوزارة أفراد الجالية المغربية بأنقرة إلى التواصل مع خلية الأزمة بتركيا عبر الأرقام الهاتفية التالية. ولقد بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين، وخلف أزيد من 2600 قتيل وأكثر من 12,000 مصاب إلى حد الآن. وقال الملك في برقية التعزية: لقد تلقيت بعميق التأثر وبالغ الأسى نبأ الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق جنوب شرق بلدكم الشقيق، مخلفا العديد من الضحايا والمصابين وخسائر مادية جسيمة. وأضاف: وبهذه المناسبة الأليمة أعرب لفخامتكم باسمي وباسم الشعب المغربي عن أحر التعازي وأستقي مشاعر المواساة، راجيا منكم أن تنوبوا عنا في إبلاغ الأسر المكلومة مشاعر تعاطفنا وتضامننا معهم إزاء هذه الكارثة الطبيعية. وجاء في الباقية أيضا: وإذ أشاطركم أحزانكم في هذه المصيبة الذي لا راد لقضاء الله فيه، فإني أؤكد لكم تضامن المملكة المغربية ووقوفها إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذا الظرف العصيب. وتابع الملك: كما أسأل الله العلي القدير أن يلهمكم وإياهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يحفظ بلدكم وشعبكم الشقيق من كل مكروه. إذا عجبك الفيديو ما تنساش دير لنا لايك، كومنتار، وتبارطاج الفيديو مع الناس اللي عزاز عليك. هادشي غيشجعنا باش نكملو وما نحبسوش. شكرا على المشاهدة.